مساء الفل يا زميلي. بص يا اسطى، انا حلم حياتي ان اشوف فيديو واحد بس جايب 10,000 لايك، يعني بس اسمحك انك تحقق لي الحلم ده ارجوك من غير هري كتير. قوم بقى صاحبك اعمل لك كوبايه النسكافيه المتينه ويلا نبدا انمي النهارده. في بدايه فيلمنا بنشوف واحد اسمه هندسي، وبنعرف انه طالب ثانوي في سنه تانية وبيعرف يرسم بخط حلو، وبنعرف كمان انه اشهر طالب في المدرسه ومعروف بمهارته المميزه في فن الخط، وانه مظهره كويس وبشخصيته الروشه دي. بس بسبب سوء التفاهم اللي بيحصل دايما، هندسي بيعتبر معامله المعجبين الكويسه ليه انها تنمر، وده بيخليه ياخد جنب كده وينعزل عن باقي زمايله. وفي يوم هندلعه بهندا لان هندسي تقيله قوي، فاهم يعني، هندا قشطه زي الفل. وفي يوم هندا بيلاقي رساله في خزانه المدرسه، وبسبب تجاربه الوحشه في المدرسه الاعداديه بيفتكر ان الرساله دي رساله تهديد، وبعد تفكير كتير جدا بيقرر يرمي الرساله في الزباله. بس بيكتشف ان اللي باعت الرساله دي تبقى بنت اسمها مايكو. اوبا. ولما بتشوف هندا وهو بيرمي الرساله بتاعتها في الزباله، جوري صاحبتها المقربه بتطلب من هندا انه يعتذر لمايكو علشان رمي الرساله بتاعتها، وجوري بتقول لهندا ان مايكو كانت بتعاني طول الليل وهي بتكتب له الرساله. فهندا بيعتذر لمايكو وبيطلب منها تقول له هي كانت كاتبه ايه في الرساله، فمايكو بتقول له انها كانت عايزه تقول له حاجه بينهم، فبتطلب منه يقابلها ورا صاله رياضه المدرسه بعد الحصص. فهندا بيقعد يفكر شويه كده وبيفتكر ان مايكو واصحابها بيتريقوا عليه، وافكار كتير بتدور في راسه. واللي بيزود الطينه بله هي ان جوري بيبص له بنظرات حاده كده زي ما تكون بتراقبه دايما. فهندا بيفكر انه يبعت رساله للبنت بس ما بيبقاش عارف اسمها، فبيبعت الرساله لجوري. وفي هذه اللحظه المدرس بيطلب من هندا انه يحل مساله رياضيات على السبوره قدام الفصل كله، وهندا بيبقى شاطر في الرياضيات وبيقدر يحل المساله بكل سهوله. وفي الناحيه الثانيه جوري بتتضايق من هندا عشان بتلاقيها على طول باصص لها، مش من حلاوتك، يعني مش من حلاوتك. وجوري بتكون معجبه بهندا في السر، فبتفكر انها تعترف له بمشاعرها، خصوصا بعد ما هندا بيديها رساله مكتوبه بخط جميل. فبيحصل سوء تفاهم بينهم يا صاحبيكا، وجوري بتفتكر ان هندا بيعترف لها بحبه، بس جوري بتحس بالذنب وانها كده ممكن تكون بتخون صاحبتها مايكو اللي هي كمان معجبه بهندا. وفي وقت الغدا جوري بتتضايق من مايكو بالذات لما بيقول لها انه مصاحبها علشان هي اوحش منها. وفي نهايه اليوم الدراسي هندا بيقلق لما مش بيلاقي رد من مايكو، واللي المفروض تكون استلمت الرساله من جوري. وبما ان الخطه مش بتمشي زي ما كان عايز، هندا بيقرر انه يقابل مايكو بعد المدرسه علشان يوضح لها سوء الفهم اللي حصل. وفعلا هندا بيروح ورا صاله رياضه المدرسه زي ما مايكو قالت له، وبيلاقي جوري ومايكو واقفين مستنيين ومعاهم طلبه تانيين عندهم فضول يعرفوا ايه اللي هيحصل بينهم. ولما هندا بيلاقي ناس كتير هناك بيتوتر على طول، بالذات لما مايكو بتديله رساله لونها وردي. وردي وفي الناحيه الثانيه جوري بتحاول تمنع مايكو من انها تعترف لهندا بمشاعرها، عشان جوري بتعتبر مايكو دلوقتي عدوتها، وبيتخانقوا على حب هندا. ولما جوري ومايكو بيتخانقوا هندا بيستغل الفرصه وبيهرب، وقبل ما يمشي هندا بيقول لهم ما يتخانقوش مع بعض على حاجات تافهه، وبيقول لهم ياخدوا بالهم من بعض بدل اللي بيعملوه ده. بس مايكل بتصمم انها تديله الرساله برضه، فهندا بيقول لها انه خطها وحش وبيسيبها ويمشي. مع ان انا بقى صاحبيكا فهمت كاتبه ايه في الرساله، كاتبه اهو، شوف اهو، اشترك في القناه واعمل لايك. فمايكو بتزعل جدا لما هندا بيرفض مشاعرها وبيتريق على خطها. بعدها جوري بتحاول تواسيها وبتقول لها تحضر كورس فن الخط علشان تقدر تكتب له رساله بخط حلو. وتاني يوم فصل هندا بيصوت على مرشح من الطلبه علشان يبقى الامين، وواحد اسمه ايزو جونيتشي بيترشح دايما لرئاسه الفصل وبيسجل في الانتخابات. وفي الناحيه الثانيه هندا ما بيبقاش عنده فكره هم اللي اختاروا تبع المرشحين، رغم انه ما رشحش نفسه ولا حاجه. وبسبب ان واحد من الطلبه كان غايب في اليوم ده التصويت انتهى بتعادل. وقتها ايزو طلب يلعبوا حجر ورق ماس، رغم ان هندا كان ناوي ينسحب اصلا علشان ايزو هو اللي يفوز. وبنكتشف ان هندا هو اللي بيفوز في الاخر، بس هندا ما كانش عايز يمسك رئاسه الفصل فبينسحب علشان ايزو ياخد مكانه. بس ايزو بيرفض علشان بيبقى شايف ان هندا عمل كده علشان صعب عليه. وفي النهايه بيعلنوا ان هندا هو رئيس الفصل، وايزو بيكون هو نائب الرئيس، وبيوعد انه يساعد هندا من قلبه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف شاب وسيم اسمه نيكايدو، واللي بيشتغل كعارض ازياء. نيكايدو بقى ده صاحبيكا بيبقى ولد مشهور، بس بعد ما بيبقى زميل لهندا شهرته بتقل مقارنه بهندا، ونيكايدو ما بيقبلش انه يتقارن بهندا، فبيقرر انه يمشي ورا هندا في الخباثه عشان يكتشف سر شهرته. بس مع الوقت بيفقد اثره وبيدور عليه في كل مكان لحد ما هدومه بتتوسخ. وبعد شويه نيكايدو بيشوف هندا وهو داخل مكان فيه عملاء كتير من شركات ترفيهيه، وعشان ما بيبقاش عاوز اي وكاله توظف هندا عندها بداله، نيكايدو بيحاول يمنعهم من انهم يشوفوا هندا، بس مجهوده بيضيع على الفاضي. وده لان العملاء الموهوبين بيشوفوا هندا فعلا وبيطلبوا منه يلبس طقم من الماركه بتاعتهم، بس هندا بيرفض طلبهم بذوق وبيحط الطقم على نيكايدو. وفي الوقت ده نيكايدو بيستوعب اخيرا ان هندا ولد طيب جدا، وده اللي مخليه مشهور. ومن وقتها ونيكايدو ما بيهتمش للشهره وبيختار يتقبل نفسه، خصوصا بعد ما اتطرد من شركه الوكاله. وبعد كام يوم هندا بيطلب منه انه يلخص درس لطالب اسمه توستوي، واللي بيغيب من المدرسه معظم الوقت. وكرئيس الفصل هندا بيضطر يهتم بزمايله، بس
بيبقى مكسل انه يروح لتستوي البيت، بس بيروح في النهايه. وهناك هاندا بيفتكر في الاول ان مفيش حد في البيت، فبيقرر يمشي. بس في اللحظه دي بيظهر شاب جديد وبيقرب من هاندا وبيقول له ان هو تستوي. وهاندا بيتفاجئ علشان شكل تستوي بيبقى مختلف تماما عن الواد اللي في الصوره، وتستوي اللي في الصوره ده شكله واد كده نايتي ولطيف، وعشان كده الطلبه كانوا بيتنمروا عليه، وده اللي خلاه ما يروحش المدرسه تاني ويحبس نفسه في البيت. لحد ما في يوم تستوي بيشوف اعلان على التلفزيون ازاي تخلي جسمك اكبر 5 مرات ومليان عضلات في 5 دقائق عزيزي المشاهد. وبعد ما بيمشي على نصايح الاعلان بيتمرن لاسابيع وجسمه بيكبر فعلا وبيبقى قوي جدا. ومن وقتها ومحدش بيستجرأ يتنمر عليه، بالعكس ده هو اللي بيتحول لفتوه ومبقاش يهتم بالدراسه. وبما ان هاندا بيبقى جاي يسلمه الملف اللي ايزو اديهوله، بيدي لتستوي الملف علشان يمشي. بس تستوي بيفهم غلط وبيبقى رايح يضرب هاندا بالمضرب. بس لما بيلاقي هاندا بيقدر يصد الضربات، تستوي بيفتكر ان هاندا قوي، بالذات لما هاندا بيخوف العيال الفتوات بتوع المدارس التانيه بنظره واحده بس، واللي كانوا رايحين يضربوا تستوي. وتستوي بعد ما كان متردد انه يروح المدرسه بيتاثر باسلوب هاندا والملحوظه اللطيفه اللي سايبها له على الملف، فتستوي بيقرر يرجع المدرسه. وتاني يوم ايزو وزمايله بيتخضوا لما بيشوفوا التغيير اللي حصل لتستوي وهو داخل المدرسه. وفي الناحيه التانيه تستوي بيقدر انه يحمي هاندا دايما وبيبقى الحارس الشخصي بتاعه. وبعدها المشهد بيتغير وبنشوف شاب اسمه كوندو يوكو، وبيكون في المجموعه مع هاندا وايزو ونيكادو وتستوي في حصه الطبخ. كوندو بيبقى طالب عادي كده ومش مشهور، وبيتعامل عادي جدا مع هاندا رغم شهرته في المدرسه. ولما ايزو ونيكايدو وتستوي بيتخانقوا على اختيارهم للوجبه اللي هيطبخوها، هاندا بيخطط انه يعمل حلوى البودنج عشان بيبقى شايف انها سهله جدا. بس كوندو بيستوعب ان هاندا مش شاطر في الطبخ عشان بيستخدم مكونات غريبه في الوصفه زي صوص الصويا والملح. بس بعد شويه بيحصل موقف بيخلي مجموعه هاندا يوقفوا نشاط الطبخ، وما بيبقاش غير طبق البودنج بتاع هاندا. كوندو بيحذر ايزو وباقي الفريق من انهم ياكلوا البودنج اللي هاندا عامله عشان اكيد هيطلع طعمه زي الزفت. بس الفريق بيقدر الاكل اللي هاندا عمله وبيقرروا ياكلوا منه علشان هو عمله علشانهم. وحتى كوندو ما بيبقاش عنده اختيار تاني غير انه يدوق الطبخ اللي هاندا عمله. وفي وقت الحصه هاندا بيوقع الممسحه بتاعت واحده اسمها ميوكو بالغلط، واللي بتكون قاعده جنبه، فبيخاف لميوكو تتعصب عليه وبياخد الممسحه بتاعتها وبيديها لها. وهاندا بيكون عنده صديق كويس اسمه كوفاجي تاكو واللي بيعرف في فن الخط زيه. بس هاندا بيبقى فاكر ان الكل بيكرهه، ما بيبقاش عايز ده يأثر على كوفاجو، فبيقابله في السر. ولما بيقابلهم حد من زمايله بيستخبى دايما في اي مكان قريب عشان مش عاوز الناس تتنمر على كوفاجو او يتصاحبوا عليه لما يعرفوا انه صديق لهاندا. وهاندا بيبقى شايف دايما ان الكل بيكرهه من ايام ما كان في سنه اولى. وفي الوقت ده هاندا كان اول حد يقابله هو كافاجي، وبقوا اصحاب من وقتها. وفي يوم كافاجي بيعترف بحبه البنت، بس البنت دي بتكون معجبه بهاندا وعايزه تعترف له بمشاعرها. وقتها كافاجي بيقول له ان في حد باعت له رساله تهديد، وهاندا طبعا علشان ولد بريء بيصدق كلامه. ومن وقتها وهو بيخاف من اي حد بيبعت له رسايل، وبيبقى مقتنع ان الناس بتبص له باحتقار لما بيبقى موجود في المكان، مع ان الحقيقه ان الناس بتكون معجبه بيه عشان هو وسيم ومشهور. كافوجي بقى بيحاول يقول لهاندا بالحقيقه بس مش بيلاقي فرصه. وبعدها ايزو والباقيين بيتفاجئوا لما بيسمعوا اشاعات عن ان هاندا بيبيع شعر في الحديقه، وبيبقوا عارفين ان هاندا مستحيل يعمل كده. فايزو والفريق بيروحوا الحديقه علشان يفهموا اللي بيحصل، وهناك بيقابلوا واحد عامل نفسه هاندا، بس تستوي ونيكايدو ما بيصدقوش وبيطلبوا تفسير من الولد ده وبيضربوه. وبعد ما ايزو بيهدده، الولد بيعترف اخيرا ان اسمه هانادا كي ومعجب كبير لهاندا. وايزو والباقيين بيطلبوا من هانادا انه يعتذر لهاندا الحقيقه على سوء الفهم. بس لما بيدوروا على هاندا في كل مكان مش بيلاقوه، بس بيلاقوا كتابه هانادا واللي هاندا بيصححها. ولما هانادا بيشوف ده بيتاثر وبيقرر انه ما ينتحلش شخصيه هاندا تاني ويبقى يعني على طبيعته. وفي يوم بنتين في المدرسه بيتفاجئوا لما بيشوفوا هاندا واقف مع ست جميله، فبيصوروه وبينشروا الصوره على مواقع التواصل، والصوره بتتنشر فورا. وفي الناحيه التانيه هاندا بيتفاجئ بالكتابه اللي على الترابيزه بتاعته، ورغم ان الكتابه بيبقى فيها تهديد ومحدش عارف مين اللي كتبها، الا ان هاندا بيبقى منبهر بالخط لانه بيبقى شكله كويس. وبعد شويه الطلبه بيتفاجئوا لما بيشوفوا ميوكو واقفه فوق المبنى وعايزه تنط، وميوكو بتكون واقعه في حب هاندا من وقت ما رجع لها الممسحه بتاعتها اللي وقعت منها، وبتحس باحباط لما بتعرف بعلاقه هاندا مع الست الجميله. وفي الناحيه التانيه هاندا ما بيبقاش عارف ايه اللي بيحصل، فبيطلع الترابيزه اللي مكتوب عليها فوق وبيبدلها بترابيزه تانيه. وميوكو لما بتشوف هاندا وهو واقف يكلم نفسه بتفتكر انه بيوجه لها هي الكلام ده، فميوكو بترجع في كلامها ومش بتنط من فوق المبنى. وبعد الحادثه دي ميوكو بتقابل الست الجميله اللي طلعت اشاعات عنها انها حبيبه هاندا، والست الجميله دي بتطلع امه. والمدرسه بتكون قالت لام هاندا عن الصعوبات اللي بتواجه هاندا في الاندماج مع زمايله في المدرسه، وعشان كده بيقترحوا ان هاندا يحاول يتكلم مع اصحابه. وتاني يوم هاندا بيعمل بنصيحه المدرسه بتاعته، بس زمايله مش بيفهموه وبتحصل مواقف طريفه بينهم. وفي الناحيه التانيه
كوندو عشان كان دايما بيتعامل طبيعي مع هاندا بيرد عليه عادي جدا، فهاندا بيفتكر انه اتحسن ويقدر يتواصل كويس مع زمايله. والقصه بتكمل وبنشوف رئيسه اتحاد الطلبه سواكو، وهي بنت كده مشهوره جدا في المدرسه عشان هي شكلها روش يعني وشخصيتها قويه، او ده الانطباع اللي بياخدوه عنها علشان بتبقى لابسه زي الشباب. سواكو بتبقى مهتمه بحاله البنات اكتر من اي حاجه تانية، فبالتالي ما بتحبش هانادا علشان شهرته، وسواكو بتحاول تعمل اي حاجه علشان تهنيه، لدرجه انها بتحاول تجبره يلبس لبس بنات، بس هاندا ما بيسكتش وبيجري من هناك. بس سواكو واعضاء مجلس الطلبه بيطردوه وبيزنقوه عند السلالم، وفي الوقت ده بتحصل حادثه لا كانت على البال ولا على الخاطر. سواكو وهاندا بيقعوا من فوق السلالم، وسواكو بتقع هي على هاندا، وفي الوقت اللي هاندا بيبقى فاقد فيه الوعي صحاب سواكو بيقولوا لها انه ضحى بنفسه علشان هي ما تتاذيش. وسواكو اول ما بتسمع الكلام ده بتحس بالذنب، وبعد ما كانت بتكره الرجاله علشان كانوا بيستهونوا بيها بقت تحترم هاندا علشان انقذها. وبعد شويه ايزو بيتصدم لما بيشوف هاندا واقع على الارض، ولما بيفوق من الغيبوبه اللي كان فيها بيحس بارتجاع خفيف كده، وده بيخليه يفقد ذاكرته. وتاني يوم في المدرسه الطلبه بيبقوا بيستعدوا عشان الامتحان، ولما تستوي ونيكادو بيتكلموا عن الامتحان بيتصدموا لما بيلاقوا هاندا بيسلم عليهم بطريقه لطيفه، وبيعرفوا ان هاندا مش في حالته الطبيعيه. فنيكادو وتستوي بيستنتجوا ان في حاجه غلط حصلت له، وايزاو بيقول لهم اخيرا ان هاندا عنده فقدان في الذاكره، وعلى حسب كلام الدكتور هيخف قريب وذاكرته هترجع له كمان كام يوم. وفي الناحيه التانيه صحاب هاندا بيستغربوا من تغيير اسلوب هاندا، لدرجه انهم بيفكروه ان هو هنادا الولد المزيف. بس ايزو والباقي مش بيقعدوا ساكتين وبيحاولوا يساعدوا هاندا انه يخف علشان يرجع لطبيعته، وبيخططوا كمان انهم يخبطوه بحاجه على دماغه علشان يعالجوه. بس وهو واقف عند السلالم هاندا بيحس بوجع جامد في راسه، ومشاهد من ذاكرته بترجع بالبطيء، وبيفتكر حقيقته اخيرا. بس في اللحظه دي ايزو والباقي بيزقوه من على السلالم من غير قصد، فهاندا بيرجع لطبيعته وبيرجع يقتنع ان الكل بيكرهه، وحالته بتسوء اكتر وبيبقى كئيب اكتر من الاول، وده بيخلي الناس تخاف منه اكتر. وبعد كام يوم كافوجي بيقترح على هاندا انهم يروحوا يلعبوا بعد المدرسه، وهاندا بيوافق، بس لما بيروح له بيتنكر وبيلبس لبس غريب عشان كوفاجي ما يدخلش في مشاكل مع الناس لما يشوفوهم مع بعض. وبيعرف ان كافوجي عزم كمان واحد من صحابه، واحد اسمه هاسيجاو، علشان يلعب معاهم. وهاسيجاو بيكون شخص لطيف وبيتصاحب على هاندا على طول، وبيعرفه بنفسه وبيقول له يناديه بهانزو. وبعد كده هاسيجاو بيقول لهم يلا نخش نلعب، ورغم ان هاندا بيكون مش شاطر في لعبه البولينج ولا حتى كره السله، بس هاسيجاو بيعرف يرمي الاسهم ويصيب الهدف. ولما كافوجي بيروح يشتري مشروب هاندا وهاسيجاو بيقابلوا زمايل هاسيجاو في نادي كره السله وبيتنمروا عليه، وهاندا ما بيسمحش لحد انه يتنمر على اصحابه، فبيروح يغير هدومه وبيكشف شخصيته الحقيقيه وبيساعد هاسيجاو كهاندا الحقيقي. ورغم انه ما بيقولش اي حاجه ويا دوب بيستخدم معاهم لغه الاشاره، الطلبه المتنمرين بيمشوا عشان ما يدخلوش في مشاكل مع هاندا. وتاني يوم في المدرسه هاسيجاو بيقابل هاندا بالصدفه وبيلاقيه وقع الورق اللي معاه، فهاسيجاو بيبقى عاوز يساعده بس بيفتكر الكلام اللي هاندا قاله له وانه يعمل نفسه ما يعرفوش في المدرسه. وفي الناحيه التانيه كافوجي بيقعد يضحك على هاندا علشان بيكون لسه ما عندوش ثقه في نفسه وفاكر ان الكل بيكرهه. والموضوع بيكمل وبنشوف واحد اسمه هيكشينجو واللي بيبقى هو كمان بيخاف من هاندا. هيجاشينجو بيكون عاوز ينافس في سباق جري في المدرسه الاعداديه، وهاندا هزمه مره في مسابقه جري. ولما هاندا بيعرف بموضوع خوف هيكاشينجو من هاندا بيقرر انه يساعد هيجاشينجو يسابق هانجا، بس مهما بيحاولوا ما بيقدروش، لحد ما هيجاشينجو بيشوف هاندا وهو بيجري بسرعه في يوم، فهيجاشينجو ما بيقدرش يمسك نفسه وبيجري ورا هاندا وبينافسه. بس هيجاشينجو بيحس ان في حاجه غريبه لما هاندا بينط مره واحده ناحيه اليمين، وقتها هيجاشينجو بيستوعب ان في كلب بيجري ورا هاندا ودلوقتي بيجري وراه وبيمسك فيه. ولما بيحس انه اتضحك عليه هيجاشينجو بيكره هاندا اكتر من الاول وبيبقى مصمم يهزمه. بس قبل ما اكمل يا اسطى بقى انت اعمل لايك جميل كده قمر زيك كده، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بالحلقات الجديده، ومجهز كوبايه النسكافيه الجامده بتاعتك. ويلا نبدا حلقه النهارده. بنبدا حلقه النهارده وهاندا بيحكي لكاوفوجي ان كان في كلب بيطارده بس ما كانش يعرف ان في واحد بيجري معاه. وبعد كام يوم هاندا بيقرا توقعات البرج بتاعه وبيقلق رغم انه مش من النوع اللي بيامن بيها، بس برضه بيفكر كتير بسبب التحذيرات، وعشان كده بيطلب من واحده من زمايله بنت اسمها توسوجومي انها تقرا له الكف. وتوسوجومي بتبقى معروفه بانها بتعرف تقرا البخت ودايما توقعاتها بتطلع صح. ولما بتعرف ان اشهر طالب في المدرسه بيطلب منها انها تقرا له البخت بتبدا تقراه وبتتوتر وبتقدر تعرف هو كان بيفكر في ايه طول الوقت، وبتتنبأ بالمستقبل بتاعه والعياذ بالله، لا يعلم الغيب الا الله. عشان بس ايه ما ادخلش في سكه الحبه وحوارات من دي. بس بتحس انها مش متاكده من موهبتها المره دي بالذات لما بتلاقي انها صعب تقرا ايده، وعشان كده بتقرر انها تتدرب على مهارتها في التنبؤ علشان تعرف تتنبأ صح بعد كده. وبعد فتره المدرس بيوزع درجات الامتحان على الطلبه، وتوستوي ونيكايدو بيبقوا مش مبسوطين بدرجاتهم ولا حتى هاندا، وتوستوي ونيكايدو بيضطروا يعيدوا الامتحان علشان يحسنوا من درجاتهم، فبيقرروا يذاكروا سوا ويخلوا ايزو يشرح لهم بما انه جاب اعلى درجه في الامتحان. وبعدها توستوي ونيكايدو بيعيدوا الامتحان، وهناك بيقابلوا هانا
هانادا وهيكاشينجو، وبيعرفوا ان هم كانوا اضطروا يعيدوا الامتحان بسبب درجاتهم الضعيفه. فهانادا وهيكاشينجو بيتخانقوا علشان يقعدوا على كرسي هاندا، بس تستوي مش بيسمح لهم وبيبقى عاوز الكرسي يفضل فاضي. في اللحظه دي هاندا بيدخل وبيقعد على الكرسي بتاعه، ونيكايدو والباقيين بيبقوا مش فاهمين ليه هاندا بيعيد الامتحان، لانه معروف عنه انه طالب ذكي، وبيفتكروا ان يمكن هاندا نسي يكتب اسمه في ورقه الاجابه ولا حاجه، وبيكتشفوا ان هو ده اللي حصل فعلا. وبعد ما بياخدوا الامتحان المره دي جد، نيكايدو وتستوي بيقدروا يحققوا درجات عاليه، وبيشكروا ايزو وكوندو على مساعدتهم. وفي الناحيه الثانيه هاندا ما بيجيبش درجه كويسه، وده بسبب انه نسي يكتب اسمه من تاني. وبعدها المشهد بيتغير وبنشوف بنت قاعده في المكتب اسمها كاسومي، واللي بتبقى خجوله وبتقضي كل وقتها في مكتبه المدرسه، مع ان الطلبه بيزوروا مكتبه المدرسه كل فين وفين. بس كاسومي ما بتبقاش مهتمه بالموضوع قوي، وده لان السبب ورا انها بتقضي وقتها في المكتبه هو هاندا. وهاندا معظم الوقت بيستعير كتب عن فن الخط من المكتبه، وكاسومي بتبقى معجبه بيه في السر، وبتبقى عارفه الكتب اللي بيستعيرها من المكتبه. وكاسومي بصفتها مهتمه بالروايات ومبتدئه في كتابه الروايات، بتحط كتب الروايات بتاعتها على الرف بتاع كتب فن الخط على امل ان هاندا يقرا الكتاب بتاعها، واللي بيحكي عن قصه الحب اللي بين شاب مشهور وبنت مهووسه بتشتغل عامله في المكتبه. بس عشان كاسومي بتكون اسلوبها غريب معاه، هاندا بيفكر كتير وبيمشي من هناك بسرعه. وبعد شويه نيكايدو والباقي بياخدوا بالهم ان كاسومي معجبه بهاندا في السر، ولما بيشوفوا المكتبه فاضيه بيقرروا يحولوها لمكان مريح اكتر علشان الطلبه يجوا يقعدوا فيها، ومن ضمنهم هاندا. وبعد ما بيعدلوا فيها وبيعملوا تغييرات كتيره، ايزو وباقي الطلبه بيقدروا يجذبوا الطلبه على المكتبه، وده بيخلي كاسومي تتاثر بالعدد الكبير للزوار. وبعد ما المكتبه بتتزحم، هاندا ما بيروحش هناك كتير، وكاسومي كمان بتزعل عشان ما بتشوفوش كتير. وفي وقت الظهر هاندا بيروح المكتبة وبيلاقيها هادية، فبيرجع الكتاب اللي كان مستعيره من كام يوم، وبيقول ان محتوى الكتاب مختلف تماما عن الغلاف. فكاسومي بتسأل هاندا عن رأيه في الرواية بتاعتها، وهاندا بيمدح كاسومي كأمينة المكتبة المنظمة. ولما كاسومي بتسمع الكلام ده بتستوعب انها المفروض متفكرش كتير في الرومانسية، والمفروض تركز على شغلها علشان تساعد ناس اكتر. وبتطلب من هاندا انه ما يجيش المكتبة تاني عشان هي عايزة تركز على شغلها، وعشان هي مش هتقدر تنساه لو فضل يجي على المكتبة. ولما هاندا بيسمع الكلام ده بيفكر كتير، وبيفتكر ان كاسومي بتكرهه هي كمان عشان بتمنعه انه يجي المكتبة. وفي يوم تاني هاندا وزمايله بيروحوا على جولة دراسية لكيوتو، وهناك بيروحوا يدرسوا مع طلبة من مدارس تانية. وهم مستنيين القطر يتحرك، كوندو بيقابل واحد من مدرسة تانية اسمه توسوكاسا، واللي بيبقى منبهر بزميله اتشيما اشهر ولد في المدرسة. وكوندو وباقي الطلبة بيطلعوا على نفس القطر اللي فيه توسوكاسا واتشيما، بس بعدين بيتخانقوا مع توسوكاسا واصحابه علشان هاندا بتقع منه حلويات في شعر واحد اسمه جيموتو، واللي يبقى صاحب توسوكاسا. وبعد شوية اتشيما بيتدخل وبيقاطعهم. ولما بيوصلوا على كيوتو، هاندا وزمايله بيروحوا المعبد عشان ياخدوا ورقة العرافة، بس كلهم بيلاقوا توقعات وحشة على عكس اتشيما، واللي بيلاقي توقعات كويسة جدا زي ما تكون حياته متحوطة بالحظ. بس هاندا مش بيكون مهتم بالتوقعات دي، وبيختار انه يدعي في المعبد. واتشيما بيروح له وبيسأله هو ليه ما دافعش عن صحابه لما كانوا بيتخانقوا، فهاندا بيقول له انه عشان ملوش دعوه بالموضوع. وفي الوقت ده جيموتو واصحابه بيخططوا انهم يبينوا اتشيما احسن من هاندا في الفندق. وفي الناحيه التانيه ايزو وباقي الطلبه مش بيسمحوا له ياخد دش في الحمام العام، وهاندا بيتضايق لما بيضطر ياخد حمام لوحده في حمام خاص. فبيقعد يفكر كتير وبيخاف لايزو والباقي يفتكروا انه منحرف، عشان كده بعدوه عنهم. بس الحقيقه ان ايزو والباقي عملوا كده علشان يحموا هاندا من البنات اللي بتراقبوه وعندهم فضول يشوفوه بلبس الحمام. وفي الليله دي هاندا والباقيين بيقرروا يناموا بدري، بس في الوقت ده بيتفاجئوا لما بيلاقوا عروسه اتحدفت من فوق، واللي بيكون جيموتو واصحابه رموها بالغلط. وعشان هاندا بيكون خايف من الاشباح مش بيصحى في وقت المشكله دي، وبيختار انه يكمل نوم. وتاني يوم تستوي واصحابه بيرجعوا يتخانقوا مع جيموتو واصحابه، وفي الوقت ده هاندا واتشيما بيكونوا بيستمتعوا بانشطتهم المختلفه. وبعدها بيلعبوا لعبه وبيتفقوا ان ايزو وكوندو يستخبوا، وصاحب اتشيما ناجاساما بيمسكهم في الاخر. وايزو بيطلع عارف ناجاساما عشان بيكون محطوط في التصنيف بتاع ال100 طالب عبقري في اليابان، وبيبقى في المستوى ال98. وفي الوقت ده نيكايدو بيقابل بنت اسمها كوجيكا، ودي تبقى صاحبه اتشيما. وفي الناحيه التانيه تستوي بيكون بيحارب جيموتو بالسيف. وبعدها كوندو بيقابل توسوكسا، واللي بيطلع عنده نفس شخصيته بالظبط، بس تسوكاسا بيكون معتبر اتشيما كقدوته، في حين ان كوندو بيعتبر هاندا صاحبه. وفي الناحيه التانيه هاندا بيبقى مهتم بانه ياخد صور مع اتشيما، بس اتشيما بيطلب منه يغير هدومه. وبعد ما هاندا بياخد صوره مع اتشيما، كوندو بيستوعب ان اتشيما خدع هاندا ولزق حلويات في هدومه. وبعد الحادثه دي كوندو بيحاول يحمي هاندا، واللي اصحاب اتشيما بيبقوا بيطاردوه. وتاني يوم اتشيما بيكون متضايق ان البنات مش قادرين يحددوا مين اقوى، هو ولا هاندا، وبيتشدوا لهاندا اكتر. وفي الناحيه التانيه هاندا بينفصل عن صحابه وبيتوه، وبيقابل اتشيما بالصدفه. وقتها اتشيما بيساله اذا كان دايما بيحس انه مخنوق من شهرته وانه متحوط باعداء طول الوقت،
فهاندا بيقول انه ما بيحسش بكده خالص، بس اتشيما مش بيصدقه وبيضغط عليه علشان يقول الحقيقه. وفي مكان تاني ايزو والمجموعه بيكونوا بيدوروا على هاندا وبيقابلوا ناجاماسا واصحابه واللي بيكونوا هم كمان بيدوروا على اتشيما. وفي النهايه بيلاقوا هاندا واتشيما على الكوبري وبيتفاجئوا لما بيلاقوا هاندا رافض يصاحب اتشيما. وفي الوقت ده هاندا بيشرح لهم انه مش عاوز يصاحبه علشان اتشيما شخص مشهور وما بيكونش عاوز الناس التانيه تغير لما يلاقوه اتصاحب على واحد مشهور زي اتشيما. وبيقول لهم ان اتشيما اكيد عنده صحاب حقيقيين بيقلقوا علشانه، واتشيما بيعرف اخيرا معنى الصحوبيه وبينهي الموضوع. بس تسوكاسو مش بيبقى عاوز اتشيما يخسر قصاد هاندا فبيروح يهاجمه، وايزو والباقي بيبعدوا هاندا من هناك علشان ينقذوه، وكوندو بيقف في وش تسوكاسو علشان يمنعه. وبعد شويه كلهم بيتصالحوا وبيسلموا على بعض قبل ما يمشوا، بس بينسوا ان هاندا وقع في البحيره وهم بيبعدوه علشان تسوكاسو ما يأذيهوش. وبعدين قصتنا بتكمل وبنشوف المدرس اوكاياما سينسي وهو بيتخانق مع المدير علشان سياسه منع تشريح الضفادع في حصص الاحياء. والاستاذ اوكاياما بيبقى شايف ان جراحه الضفادع درس مهم وحيوي في الاحياء وضروري ان الطلبه يتعلموه علشان يعرفوا عن تشريح جسم الضفادع، والمدير والحراس بيبقوا ضد تشريح الحيوانات. اوكاياما بيستغل موضوع شهره هاندا علشان يلاقي دعم من الطلبه، وهاندا ما بيبقاش حابب درس جراحه الضفادع علشان بيكون شايف انها مرعبه، ده غير ان امه كمان ضد الموضوع ده. بس ايزو بيقدر يقنع هاندا انه يصوت للفصل بتاعهم عشان يحددوا اذا كانوا هيكملوا حصص تشريح الضفادع في الاحياء ولا هيبدلوها بتنظيم الورد. واول ما التصويت بيبدا هاندا بيقعد يفكر كتير وما بيبقاش عاوز حد يشوفه شاب ضعيف، فبيضطر يصوت لجراحه الضفادع. وطبعا باقي الطلبه بيمشوا ورا قرار هاندا وبيدعموا جراحه الضفادع. ولما حصه الاحياء بتبدا تاني يوم بتحصل مشاكل في فصل هاندا وبتخلي الاستاذ اوكاياما يلغي جراحه الضفادع بعد ما بيلاقي هاندا فقد وعيه، والكل مش بيفهم اسلوب هاندا خصوصا استاذ اوكاياما واللي كان بيحذره من انه يقتل الحيوانات في الجراحه. وقتها اوكاياما بيستوعب غلطته وبيأمر الطلبه انهم يسيبوا الضفادع في البيئه بتاعتهم وبعدها هيعملوا انشطه تنظيم الورد. وفي يوم هاندا بيتفاجئ لما بيشوف ايزو جنب بيته وبيبقى فاكره متتبع فبيطلع يجري، ولما ايزو بيشوف هاندا وهو بيمشي بسرعه بيفتكر في حد بيطارده فبيروح لاصحابه وبيخططوا خطه علشان يحموه من المتتبع. وقتها كوندو بيقترح انهم يفضلوا جنبه علشان يحموه، بس ايزو بيصمم انهم يحموا هاندا في الخباثه علشان ما حدش يشك في حاجه. وفي الناحيه التانيه ميوكو بتكون واقعه في حب هاندا وبتفضي نفسها علشان تحميه من البنات المعجبين بيه وبيضايقوه معظم الوقت، وبتفكر زي ايزو انها تحميه في الخباثه. وفي مكان تاني نيكايدو وتستوي بيبقوا مستنيين هاندا يوصل، فبيشوفوا كاسومي بالصدفه وهي رايحه ناحيه بيت هاندا علشان تسيب له روايتها الجديده، بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا ميوكو واللي بتجري على كاسومي وبتبعدها عشان بتفكرها معجبه مهووسه وبتضايق هاندا دايما. في الوقت ده ايزو وكوندو بيروحوا ورا هاندا واللي بيكون رايح يقابل كاوفوجي في الكافيه، بس لما بياخد باله ان في ناس ماشيه وراه بيجري من المكان بسرعه على قد ما يقدر. فلما بيفقدوا اثره ايزو بيطلب من هيكاشانجو انه يدور على هاندا ويتحكموا في تحركات الشاب ده ويحطوا عليه جهاز تعقب. ولما بنرجع لناكايدو وتستوي بنلاقيهم لسه بيدوروا على هاندا وبيلمحوا شخص مريب للشك وبيفتكروه هو المتتبع، بس لما بيروحوا ورا الشخص ده بيتحبسوا في قفص بتاع كلب شرس بيهاجمهم. وفي الناحيه التانيه هاندا بيكون تعب من كتر الجري طول الوقت حتى وهو عاوز يروح الكافيه علشان يقابل كاوفوجي، فهاندا بيحاول ياخد طريق مختصر وبيطلع فوق الحيطه علشان يوصل للمكان اللي رايحه، بس بيلاقي ان ايزو والباقي مستنيينه هناك، فهاندا بيتضايق وبيطلب منهم ما يمشوش وراه تاني. وكوندو بيحس بالذنب علشان خلى هاندا يتعصب، بس كلام هاندا ده بيخلي ايزو والباقيين يفتكروا ان هاندا قال الكلام ده للمتتبعين مش ليهم. وفي الوقت ده هاندا بيقدر يروح لكاوفوجي في الكافيه اخيرا، وهناك بيحكي له ان في ناس كتير كانت ماشيه وراه طول الطريق لحد ما وصل على المكان، وكاوفوجي ما بيتفاجئش من الكلام ده لما بيسمعه وبنلاقيه هادي جدا. والحقيقه ان كاوفوجي هو نفسه الراجل اللي حبس نيكايدو وتستوي عند الكلب علشان يساعد هاندا. وبعدين بنشوف كوندو زمان وهو ولد طبيعي جدا ومش مشهور زي هاندا وباقي اصحابه، وبيكون شايف نفسه ولد عادي جدا، ورغم ان عمره ما توقع انه تجيله رساله من حد، بس بتجيله رساله في ظرف ورد في يوم وعليها شكل قلب، فبيفترض ان الرساله دي رساله غراميه من بنت، بس بيبقى عنده مشكله وهي انه بيحس ان في ناس كتير بتراقبه او متنحه فيه، فبيفتكر ان الناس مش حابه وجوده مع مجموعه متابعين هاندا، وده لانه مش شبه حد فيهم في اي حاجه، مثلا مش ذكي زي ايزو ولا نيكايدو المشهور ولا في قوه تستوي، وحتى كوندو مش سريع في الجري زي هيكاشانجو ولا بيعرف في المكياج زي هانادا، وبيعتبر نفسه مفهوش اي ميزه وبيحس انه ما يستاهلش يبقى صاحبهم. ولما بيقابل البنت اللي بعتله الرساله دي بيستوعب ان تخمينه كان صح من البدايه، وده لان البنت ما كانتش عايزه تعترف بمشاعرها لكوندو وبتطلب منه يبعد عن هاندا ومجموعته اللي هم ايزو ونيكايدو وتستوي.
وبتبقى شايفه كوندو ولد عادي جدا وما يستاهلش انه يبقى صاحب الولاد المشهورين دول. بس اللي كوندو ما يعرفوش هو ان ايزو والباقي كانوا واقفين يسمعوا الكلام اللي البنت بتقوله له، وما بيكونوش متوقعين ان الناس شايفه ان كوندو ما يستاهلش يبقى صاحبهم. وعشان كده ايزو والباقي بيقنعوا كوندو انهم بيحبوه جدا كصديقهم ومقدرين جدا علاقتهم وصداقتهم معاه. وبعد كده المشهد بيتغير وبنتعرف على مجموعه نادي القصص المصوره، واللي بيتكون من 3 طلبه ومعرضين انهم يتفككوا بسبب ان مفيش ولا قصه من قصصهم اتباعت. وايزو بصفته مرشح لمجلس اتحاد الطلبه بيقترح عليهم يعملوا كتاب مصور بعنوان هاندا عشان هو اشهر طالب في المدرسه، وبكده الطلبه هيهتموا انهم يعرفوا حاجات عنه. بس ال3 طلبه دول ما بيبقوش عارفين هاندا كويس، فبيحاولوا يلاقوا معلومات عن هاندا وشخصيته، فبيقرروا يحولوا هاندا لشخصيه بنت في الكتاب بتاعهم. بس بيستوعبوا ان هاندا مش زي اي شاب عادي علشان هو طيب وحنين جدا، وعشان كده بيقرروا يعملوا كتاب مصور بيحكي عن ان شخصيه هاندا دي هي بنت رقيقه وطيبه وناس كتير بتحبها. وبعد ما بيعملوا نسخ كتيره بعنوان هاندا تشان بيحطوا نسخ الكتاب فوق مجموعه ورق محطوطه علشان يعيدوا تدويرها، وبعدها بيدوروا على هاندا علشان ياخدوا رايه في الكتاب عن هاندا تشان. وعلى عكس المتوقع بنكتشف ان هاندا هو اللي تولى مهمه انه يرمي ورق اعاده التدوير في عربيه الزباله، ولما مسك الورق ده لقى ورق بعنوان هاندا تشان وكان محطوط في ظرف. وفي الوقت ده الطلبه ال3 لما بيعرفوا ان الكتاب بتاعهم هاندا تشان اترمى في الزباله بيجروا ورا عربيه الزباله فورا. وهاندا لما بياخد باله ان رمي نسخه الكتاب في الزباله بيجري يساعدهم فورا انهم يوقفوا عربيه الزباله، بس بيتصدم لما بيلاقي ان مجموعه نادي الكتب المصوره عاملين عنه كتاب ومحولين شخصيته لشخصيه بنت. وبعد فتره مدرسه هاندا بتبقى عامله احتفال ثقافي، وسواكو بما انها رئيسه اتحاد الطلبه بتطلب من كل فصل انه يجهز اداء كويس عشان الفصل اللي هيقدم احسن اداء ويشد انتباه الجمهور هيستلم جوائز كتير والمدرسه هتكافئه. ولما زمايل هاندا بيبقوا قاعدين يفكروا في قصه للعرض اللي هيقدموه في الاحتفال الثقافي، هاندا بيروح يقعد لوحده على السلالم وبيفكر لوحده. وبعد شويه سواكو بتيجي وبتطلب منه يكتب يافطه بخطه للاحتفال، وهاندا بيوافق على طلب سواكو على طول، وبعدها بيرجع على فصله. واول ما بيدخل ايزو بيبلغه ان الفصل بتاعهم هيعمل مسرحيه روميو وجولييت، وبيقول له انه هيبلغه بالتفاصيل تاني يوم. وفي طريقه للبيت هاندا بيشوف بالصدفه واحد من مدرسته بيتعرض للتنمر من طلبه متمردين من مدرسه تانيه، فهاندا بيستخبى بعد ما بيسمع واحد من الطلبه المتمردين بيتكلم عنه. وفي نفس الوقت تيستوي بيكون هناك وبيسال هاندا هو ليه ما ساعدش الولد، وبيفتكر ان هاندا تعبان علشان وشه بيكون شاحب. فتيستوي بيحارب الطلبه المتمردين وبينقذ الضحيه من التنمر. وتاني يوم زمايله بيبقوا مشغولين في التحضير للمسرحيه وبيطلبوا منه انه يقعد يتفرج عليهم، ولما هاندا بيزهق من القعده ومش بيلاقي حاجه يعملها بينام لحد بالليل. وفي الاخر بيستوعب ان زمايله كلهم روحوا بيتهم، وما بيبقاش عنده فكره ان شله المتمردين واقفين مستنيينه وبيمشوا وراه وهو راجع البيت. بس وهم رايحين يهجموا على هاندا تيستوي وباقي الشله بيظهروا فجاه وبيصدوهم علشان ما يأذوش هاندا. وقبل الاحتفال بكام يوم الطلبه بيبقوا مشغولين في التحضيرات، ومجموعه نادي القصص المصوره بيبقوا هم كمان بيشتغلوا علشان يعملوا 25,000 نسخه من كتاب هاندا تشان على امل ان النسخ كلها تتباع. في الوقت ده في فصل هاندا الطلبه بيتخانقوا بسبب الادوار بتاعتهم في المسرحيه الغنائيه، ولما هاندا بيشوف اللي بيحصل بيسال ايزو على دوره في المسرحيه، بس ايزو بيقول له ما تشغلش بالك انت كده كده مش هتمثل في مشاهد كتير. وبعد شويه هانادا بيجي ومعاه هيجاشانجو وبيعرض عليهم انه يعمل لهم مكياج شبه بتاع هاندا باسعار بسيطه، والكل بيكون مهتم انه يجرب. ويوم الاحتفال بيوصل الطلبه وبيكونوا مبسوطين لما بيلاقوا ناس كتير حضرت الاحتفال بتاعهم في المدرسه، والكل بيزور المعرض اللي فيه كل حاجه ليها علاقه بهاندا. من ضمن الحاجات دي كتاب القصص المصوره، وكاوفوجي بيبقى عنده فضول يشوف الاداء بتاع هاندا وزمايله، فبيعزم هاسيجاوا انه يحضر العرض. ولما بيوصلوا بيلاقي طلبه كتير لابسين لبس الخدم بيرحبوا بيه وبيعرضوا عليهم وجبات كتيره باسماء مختلفه، وبعدها بيروحوا مع الجمهور علشان يتفرجوا على الاداء المسرحي واللي بيبقى على وشك انه يبدا. وفصل هاندا بيقدم مسرحيه روميو وجولييت، ونيكايدو بيلعب فيه دور روميو وتيستوي بيلعب دور جولييت، والعرض بيكون سخيف جدا. وكاوفوجي وهاسيجاوا بيتصدموا لما بيلاقوا ان هاندا بيلعب دور الملكه وبيلبس فستان طويل وباروكه. ولما هاندا بيشوف كاوفوجي وهاسيجاوا وسط الجمهور هاندا بيتحرج وبيفكر في طريقه يهرب بيها. وفي الوقت ده الطلبه المتمردين في ثانويه كورو بيروحوا على مدرسه هاندا علشان يدوروا عليه، وبيشتروا كتاب هاندا تشان وبتعجبهم القصه. ولما مش بيلاقوا هاندا بره بيدخلوا مبنى المدرسه وبيروحوا على فصل هاندا، بس هناك بيتفاجئوا لما بيلاقوا فيه كتير قوي زيه ونسخ من هاندا المزيف واقفين قدامهم، وده لان مهارات هاندا في مكياج هاندا عاليه وشاطر جدا. بس الطلبه المتمردين بيكتشفوا انهم اتضحك عليهم وبيجبروا هاندا انه يقول لهم على مكان هاندا الحقيقي، بس هاندا ما بيبقاش عارف مكانه فعلا. وبعدها هاندا بيقابل ايزو والباقي وبيحكي لهم عن الفتوات اللي تبع المدرسه التانيه، وبيدوروا على هاندا علشان يدوا علقه موت. ولما اصحاب هاندا بيسمعوا الكلام ده بيجروا يدوروا على هاندا في كل مكان علشان يحموه. وفي الناحيه التانيه اتشيما واصحابه بيزوروا الاحتفال الثقافي هم كمان في مدرسه
مدرسة هاندا، وبيشتروا نسخ من كتاب هاندا تشان وكل حاجة ليها علاقة بهاندا. وفي الوقت اللي الكل بيبقى بيدور على هاندا بيكون هو قاعد لوحده ورا المسرح ومستني وقت الاستراحة. وبعد شوية الواد المتمرد في مدرسة كورو الثانوية بيوصل وبيقابل اتشيما واصحابه، واللي بيبقوا جايين يتفرجوا على العرض الغنائي المسرحي لفصل هاندا، بس بيدخلوا في خناق مع بعض. ولما هاندا بيسمع صوت الدوشة بيلبس الباروكة بتاعته وبيفتكر ان العرض بيتعاد، وبعدها بيطلع على المسرح وبيطلب منهم يبطلوا خناق زي ما هو مكتوب في النص اللي حفظوه. بس بيتصدم لما بيلاقي ان العرض ما بدأش، وان دول ولاد مدرسة ثانوية كورو بيتخانقوا مع اصحاب اتشيما، فبينهوا الخناقة على طول. وولاد مدرسة كورو بيقول لهم انهم جايين هنا علشان يصالحوا هاندا وعايزين يبقوا اصحابه، وبيتصالحوا مع اصحاب اتشيما اخيرا. وفصل هاندا بيبدأ يأدي العرض الغنائي لحد ما بيخلصوا. وبالليل كل الطلبة بيتجمعوا في الساحة وبيستنوا اعلان نتيجة تقييم المدرسين واعضاء مجلس اتحاد الطلبة. فسواكو بتعلن ان اكتر حد حقق مبيعات في الاحتفال الثقافي السنة دي هم مجموعة بيشوجو لنادي القصص المصورة، واللي قدروا يبيعوا 5000 نسخة من كتاب هاندا تشان. وفي الوقت ده جايزة احسن فصل بتروح لفصل هاندا، وعشان كده بيطلبوا من هاندا انه يطلع على المسرح. وفي نفس اللحظة كافوجي بيطلع على المسرح هو كمان، وبيقول ان هو كمان يستاهل جايزة بصفته صاحب هاندا، وانه اسمه المفروض يتكتب على الجايزة. وده بيخلي تستوي والباقي يتغاظوا علشان كافوجي كان عايز يسرق هدية هاندا. ولما هاندا بيشوف الطلبة وهم بيتخانقوا والموقف عبارة عن فوضى بيحس انه متوتر وبيقعد يفكر كتير، وبيحس ان كافوجي عمل كده علشان يوري هاندا ان محدش كان بيكرهه طول الوقت ده، وبيفهمه ان الناس كلها كانت معجبة بيه وعايزين يصاحبوه علشان هاندا ما يخافش يختلط بالناس. واول ما هاندا بيعرف بيقول للكل ان الجايزة بتنتمي للي تعبوا في الاحتفال ده علشان ينجح، والطلبة بيفرحوا وبيعجبوا بيه اكتر من الاول. وبعد الحادثة دي كافوجي بيطلب من هاندا انه يبقى لطيف اكتر مع اصحابه. وفي الاول هاندا بيبقى لسه حاسس باحراج لما ايزو وباقي اصحابه بيشجعوه، بس بعدين بيستوعب واحدة واحدة انهم كانوا اصدقائه المقربين وكانوا دايما جنبه وبيدعموه. في بداية قصتنا بنلاقي هاندا وهو بيستحضر روح الفنان اللي جواه، وقاعد يرسم كده ويشخبط على اللوحة بتاعته اللي هيشارك بيها في المسابقة. وبعد مجهود كبير بيعمل لوحة ممتازة، تسلم ايدك يا فنان، وبيبقى مبسوط بيها قوي. وفي يوم المسابقه رئيس اللجنه بيجي يقول له رايه في اللوحه، وبيقول له ان اللوحه مش احسن حاجه يعني، وانها ممله وما فيهاش روح. فهاندا لما بيسمع ده بيتغاظ وبيقوم يجري ناحيه الراجل وبيتخانق معاه، وبيديله بالبوكس في وشه وبيكون عايز كمل كده ضرب في وشه، لولا بس ان صاحبه بيجي يمسكه وبيحجز ما بينهم. وبعدها باباه بيبعته على جزيره يقعد له فيها يومين ويريح كده اعصابه شويه عشان يبطل جنان وتخلف ويتعلم ازاي يمسك نفسه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه هو لسه واصل على الجزيرة، بس لما بيخرج من باب المطار مش بيلاقي ولا وسيلة مواصلات عشان يوصل بيها يعني لأم البيت اللي هيقعد فيه. وبعد شوية بيلاقي راجل كبير في السن بيركب معاه، وهما في الطريق الراجل بيسأله عن رأيه في المكان وخصوصا البحر اللي معديين من قدامه. بس هاندا ما بينبهرش ومش بيكون يعني منبهر قوي، وبيقول له عادي يعني شكله عادي. فالراجل هوب بيفرمل مرة واحدة وبيبقى هيقلبه من العربية، وبيتقمص وقتها وبيقول له انزل يلا انزل يلا كمل مشي يلا، انا همشي من طريق مختلف. وبعد شويه هاندا بيوصل اخيرا البيت اللي هيعيش فيه، بس بيقابل قبلها عمده القريه ولا بيديله مفتاح البيت، وبياخدوا لفه كده في البيت عشان يفرجوا عليه. فبيلاقي ان البيت بسيط جدا ومفيهوش الوسائل اللي هو متعود عليها، وهو بيبص على المكان بيلاقي بنت طالعه له من تحت الحوض اسمها نارو. فبيتخض اول ما بيشوفها وبيسال الراجل البت دي تبقى بنت مين وازاي اهلها سايبينها كده. فالراجل بيقول ان البنت دي اشقى بنت في القريه كلها وعلى طول بتحب تفاجئ الناس، والظاهر كده انها كانت بتيجي تستخبى هنا كتير. فبيقعد يتكلم معاها كتير وهاندا بيصدع منهم، فبيرميها بره البيت وهو بيحاول يخلص من الراجل ابن الرغاية ده كمان. وبعدها بيبدا يحضر ادوات الرسم بتاعته على امل ان هو يهدى شويه ويحس ان هو بقى احسن. بس بيلاقي البنت الصغيره دخلت له تاني، فبيرميها بره البيت للمره التانيه عشان مش عايز صداع هنا. وبعدها بيرجع يكمل تخطيط في عز ما هو مندمج، بيسمع صوت دوشه جايه من بره، ولما بيروح يشوف ايه الحكايه بيلاقي البنت قاعده مع الراجل في بيته واخدين راحتهم على الاخر. ايه يا جدعان ما يكونش بيت ابوكم؟ فبيمسكهم هما الاتنين وبيقوم حادفهم بره، وبيحاول يهدى كده ويسترخي عشان يركز باللي يعمله ويكمل اللوحه، بس ما بيلحقش ياخد نفسه. وبيلاقي نارو ظهرت قدامه مره واحده وبتقعد تقول انها معجبه قوي باللوحه بتاعته وانه خطه حلو زي المدرس بتاعها بالظبط. فهاندا بيتعصب وبيقوم حادفها بالمخده، وبيفتكر وقت ما رئيس التحكيم قال له انه خطه وحش وزيه زي خط الناس العاديه يعني مفيهوش حاجه مميزه. فبيطلع عصبيته على البنت الصغيره وبعدين بيطفش من ام البيت وبيروح يتمشى مع نفسه. وفي الوقت ده بيحس بالذنب عشان زعل البنت الصغيره وشكله بقى عبيط قدامها، وبيسال نفسه هو هيفضل لحد امتى كده كل ما حد يقول له كلمه بتعصب يفقد اعصابه. بس هو بيحاول يهدى كده وبيقول لنفسه ان اهم حاجه ان ايه ده. بيلاقي في وشه مين؟ نارو جت وراه وبتقاطعه وبتقول له
ايوه هي اهم حاجه بقى. وقتها بيحس ان هو محبط عشان مش عارف يخلص من امها، وكل شويه تطلع له من مكان شكل وزنانه زن مش طبيعي. بس مره واحده هاندا بتعصب جامد، فالبنت لما بتلاقيه اتضايق بتعتذر وبتوريه الورق اللي معاها، وهي بتقول له انها حاولت تقلد خطه. فبيمسك الورق وبيقول لها اكيد الموضوع كان صعب عليك، بس نارو بتقول له بالعكس، الموضوع كان سهل جدا وعرفت اقلده بكل سهوله، وان اي طفله في سن يعني هيعرف يقلده برضه. بس كلامها ده بيضايق هاندا، وبيقوم حادفها في الميه، وهي بتحاول تخرج من الميه بتشده وبتخليه يقع هو كمان في الميه، وبكده خالصين. ولما بيخرجوا من الميه نارو بتاخده بتقول له يروح وراها عشان هتوريه حاجه جامده فحت. فبتطلع فوق السور وهاندا بيطلع وراها، وبيلاقي قدامه منظر الغروب، فبينبهر من المنظر ده وبيسرح فيه شويه. وبعد كده بياخد البنت وبيروحوا، وهم في الطريق بيقابلوا جدها واللي بيطلع الراجل العجوز اللي وصله الصبح، وبيكون جاي يساعده يفرش البيت اللي هيعيش فيه، وجاب معاه كمان ناس من اهل القريه جايين يساعدوه هم كمان. وهنا نارو بتعرفوا على صاحبتها العيوطه هينا، وبتعرفوا كمان على كينيتا الغنية عن التعريف. وبعدها بنشوف الناس وهم في بيته بيساعدوه في تنظيف البيت، وبعد ما بيخلصوا بيسلموا عليه وبيمشوا كلهم. وبالليل هاندا بيحس ان هو مبسوط كده والغزاله رايقه، فبيجهز ادواته وبيرجع يتدرب على التخطيط من تاني. وبعد كده بنتعرف على هيروشي ابن حاكم القريه، واللي بيبقى طفشان من اهل القريه والناس، وبص كل حاجه الواد بيبقى جادد كده، لانه هو مقتنع ان مهما عمل الكل شايف ان هو مقصر برضه زيك كده يا عزيزي. وهو قاعد في حاله بيلاقي مامته بتديله طبق اكل وبتقول له يوديه لهاندا جارهم الجديد. وبعد ما بياخد الطبق منها بيقول لها ان هو هيقول له ما ياخدش على كده ويبقى يعمل اكل لنفسه بقى، احنا مش ما يجيش يقرفنا. فمامته بتتعصب كده من كلامه وبتقوم ضربه القاضيه اللولبيه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف هاندا وهو قاعد سرحان مع نفسه وبيفكر في موضوع ان لسه ما عملش اي تطور، بس كالعاده مش بيلحق يوصل لحل، وبيلاقي نارو ظهرت فجاه ايه البت دي، وبتكون جايبه معاها ميون وتاما، وبتدخلهم بيت هاندا وبتعرفهم عليه تفوا على عمه. والولاد وقتها بيتريقوا على خطه، هم كمان بيقولوا له ايه ده ايه السهل ده، سهل جدا يا جدع. وهاندا بيمسك نفسه بالعافيه عشان ما يتغباش على اولاد المستفزه دول، لحد ما بياخدوا بعضهم وبيتكلوا على الله. وبيبقى وقتها يتجنن كده ومش عارف يخلص من البت الصغيره دي ازاي. وبعد شويه بيحاول ان هو يركز من تاني في التخطيط، بس قبل ما يبدا بيسمع صوتها وهي واقفه وراه وجايبه معاها حد، وبنشوف صاحبتها العيوطه وهي واقفه وراها. ولما بيلاقي هاينا هاندا بيزعق لهم عشان يمشوا، فهاينا بتقعد تعيط وصوتها بيبقى واصل لاخر الشارع، فبيضطر يخليهم يقعدوا معاه وبيديهم كده ورق وحبر يرسموا ويلونوا فيه عشان ما يصدعوش اهله. وبيحاول ان هو يستغل الفرصه دي عشان يركز هو في اللي بيعمله، وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم نارو بتلمح كده ناموس على ازاز الحبر، فبتحاول تموتها يعني، فبتقوم شايطه الازازه وبتخلي الحبر كله يتدلق. وبعدين بتلاقي الناموسه وقفت على وش هاندا، فبتروح هوب دبل كيك وبتلطشه بالقلم على اساس يعني بتموت الناموسه. فهاندا بيمسكها يكتفها عشان بيكون زهق بقى، وانا زهقت وحضرتك زهقت وكل الناس زهقت. وطبعا كده هاينا مش بتسكت وبتقعد تعيط. وفي الوقت ده تاما بتكون معديه من قدام البيت، فبيقول لها تاخد البنتين وتمشي عشان مش عايز يعني يتغاب على حد فيهم. وبيحس ان وقتها ان هو مصدع ومش قادر يقف على رجليه. وهنا هيروشي بيجيب له كده طبق الاكل وبيقول له ان مامته بعتهوله. ولما هاندا بيفتح الباب بيقوم واقع عليه. وفي اللحظه دي نارو بتكون راجعه، ولما بتشوف المنظر ده قدامها بتحاول تسند هيروشي عشان ما يوقعوش يعني هما الاثنين. وبعدها بيدخلوا هاندا البيت وبيناموه على السرير عشان بيبقى فاقد الوعي خالص. وفي الوقت ده نارو بتوري هيروشي كيس الصراصير اللي في ايدها، وبتقول له انها بتحب تلم الصراصير الميته، ايه القرف ده. وبعد شويه هاندا بيفوق فبتنزل تاكل معاه. وقتها هاندا بيشكر هيروشي على تعبه. وقبل ما هاندا ياكل هيروشي بمنتهى قله الذوق بتاعه بيقول له بقول لك ايه تخش على كده بقى عشان ماما مش فايقالك، وهو كمان عنده امتحانات وبص انا مش فاضي مش هاخدها رايح جاي انا بقى. وهاندا بيقول له ان هو ما عندوش مشكله، وبيقول له تسلم ايد امك يلا تسلم ايد امك. وتاني يوم الصبح نارو بتروح لهاندا بس بتلاقيه فاقد وعيه ونايم قدام البيت، فبينقلوه المستشفى. وهناك الدكتوره بتقول له انه تعب بسبب ضربه شمس ومن قله النوم والاكل، وانه لازم ياخد باله من صحته شويه. وفي الوقت ده حاكم القريه بيبقى موجود ومعاه مراته، فبتقول لهاندا انها هتروح تجيب له شويه حاجات هيحتاجها في المستشفى، وبيسيبوا معاه نارو عشان هي اللي تاخد بالها منه. وميون وتاما كمان بييجوا يزوروه. وبعد ما المحلول بيخلص هاندا بيخاف لا يدخل له يعني هو كمان في جسمه ويموت، فبينادي على الممرضه تغير له المحلول. ولما تبص عليه بتلاقي درجه حرارته زادت شويه ولازم ياخد حقنه، بس هو عشان بيخاف من اقل حاجه بيرفض من الممرضه انها تديله غصب عنه برضه. وبعد شويه هيروشي بيجي وبيكون جايب معاه الحاجه اللي مامته بعتها، هو بياخد معاه الولاد وهو ماشي. وهاندا وهو راجع كده الاوضه بيقابل راجل عجوز وبيقوله ان في الاوضه اللي جنبه وانه كان سامع صوت ناس كتير عنده، وانه بيحسدوا على الناس الكتير اللي في حياته وجايين يزوروه دول. وبعدها بيساله هو ايه اللي تعبه، فهاندا بيقوله ان هو مجرد تعب بسيط. فالراجل بيقوله ان الناس اللي كانوا هنا كانوا قلقانين عليه جدا وما اطمنوش غير لما فاق وبقى كويس. وبعدها الراجل بيمشي وبيرجع اوضته، فهاندا
فهاندا بيقف في مكانه شويه وبيفكر في كلام الراجل، وفجاه بيحس ان هو بقى كويس وقادر يشتغل. فبيقول الممرضه تكلم حاكم القريه ويجيب له الادوات بتاعته قبل ما الالهام ده يروح، بس الحماس اللي هو فيه ده بيخلي درجه حرارته تزيد. فهنضطر بقى نديلك حقنه تاني بقى ولا ايه؟ وتاني يوم الصبح هاندا بيكون خف كده وبقى زي القرد، فبيحضر شنطته كده عشان يمشي، بس وقتها بيلاقي الحاكم ومراته جايين يطمنوا عليه ومعاهم نارو. وقبل ما يمشي كده معاهم بيسأل الممرضه عن الراجل الكبير اللي كان قاعد في الاوضه اللي جنبه، فبتقول له ايه الاوضه دي بقى لها يومين فاضيه اصلا وما فيهاش حد. ولما بيسمع ده هاندا بيتصدم وما بيبقاش فاهم ازاي ده حصل، ومن صدمته بيفقد الوعي. وبعد ما بيخرج من المستشفى بيبعت لصاحبه اللوحه اللي عملها، بس صاحبه بيقوله انها ما عجبتش الناس، فهاندا بيكتئب وبيحبط اكتر لحد ما نارو بتيجي. ولما بتشوفه هو في الحاله دي بتقول له يروح يلعب معاه في المهرجان اللي بيعملوه، وانهم متعودين كل مهرجان واحد يرمي عليهم كيس رز وهما بيجمعوه. ولما بيروح معاهم بيلاقي ان اللي هيرمي الرز هيبقى ابو كنتا، وبيلاقي اهل القريه كلهم في المهرجان ده. ولما بيحاول ان هو يقف في اول صف بيلاقي نفسه اتشاط، ولما بيلاقي كيس محذوف ناحيته بيلاقي هيروشي ظهر فجاه وبينط ياخد هو كيس. وهنا بيستنتج ان طالما كده مش هيعرف ياخد حاجه يبقى يمشي باللي باقي من كرامته احسن. فلما بيفكر فيها بيقول لنفسه ان الاحسن برضه يفكه من التخطيط طالما هو فاشل في كل حاجه. وفي اللحظه دي بيلاقي ست كبيره في السن جات له، ولما بتعرف ان هو ما جمعش اي حاجه بتقول له ان ده عشان هو دايما بيبص اللي فوق، مع ان اللي عايزه يعني ممكن يلاقيه قدامه وتحت رجليه كمان. فبيسالها طب لو حس ان في حد احسن منه يستاهل الحاجه دي يعني، فبتقول له يقدمها له ويروح يدور هو على فرصته في مكان تاني. بس الاهم ان هو ما ييأسش. وقتها هاندا بيحس ان عنده طاقه رهيبه، فبيجري يمسك كده كام كيس وبيقف مع باقي الناس. ولما بيجرب بيلاقي ان هو ما قدرش يمسك اي حاجه، فبيقتنع اكتر ان هو فاشل. ولما بيلاقي قدامه كيس واقع وبيوطي يجيبه بيلاقي قدامه واحد وبيبص له كده ومتعصب وماسك الكيس هو كمان. فهاندا بيسيبه وبيقول له اتفضلوا انا اصلا كنت هجيبه لحضرتك. وهم راجعين كل واحد فيهم بيتفشخر بعدد الاكياس اللي لمها، حتى نارو بتبقى جمعت بتاع 28 كيس كده وبتقول له انا العيله الصغيره لمت كل دول لوحدي، في حين ان انت زي الشحط كده واقف طويل. وبعد ما بيروحوا هاندا بيشكرهم على اليوم الجميل ده، وبعدها بيحاول يتصل بصاحبه بس موبايله بيكون باظ، فبيتخانق وبيقرر يخرج يدور على مكان بيبيع تليفونات. وهو ماشي بيلاقي قطط كتير قدامه، فبيقعد يلعب معاها شويه. وفي الوقت ده بيلاقي راجل ومراته واقفين قدامه وبيقولوا انهم قطط شوارع بس لطاف. ولما هاندا بيقول لهم ان هو بيحب القطط جدا وعايز يمسك واحده، الراجل بيمسك قطه منهم وبيديها له. ولما هاندا بيمسكها بيفرح بيها جدا، بس القطه ما بتبقاش طايقاه بصراحه فبتخربشه. هو بيكتشف هنا ان عنده حساسيه من القطط وقفاه بيحمر، فبيروح محل موبايلات عشان يتصل بصاحبه، بس بيلاقي هناك نارو واللي بتعرفه على ايكيو. وبياخد باله ان في شبه بينه وبين تاما، وبيعرف انه يبقى اخوها وبيديله التليفون عشان يعمل مكالمه. ولما هاندا بيمسك التليفون بيلاقي قديم جدا وبيكون مش عارف يتعامل معاه خالص. ونارو هنا لما بيشوفوا ده بيبقوا ميتين على نفسهم الضحك. فايكو بيقرر يساعده وبيطلب له هو الرقم. فهاندا بيتصل بصاحبه وبيقول له يبعت له كمبيوتر عشان بتاعه باظ والتليفون بتاعه كمان هو باظ. فصاحبه بيقول له ان المسابقه قربت خلاص وانه لسه ما جهزش حاجه، وطالما كده يبقى احسن ان هو يفك من المسابقه دي. بس هاندا بيقول له انه مش هيستسلم وهيطلب منه يبعت له شويه ادوات محتاجها. وبيقول له ان هو اي نعم مش عارف هو هيعمل ايه دلوقتي، بس اكيد يعني هيعرف يوصل اللي هو عايزه. وبعد ما بيقفل بيلاقي نارو هنا بيتريقوا على كلامه. وبعد ما بيحاسب كده على المكالمه بيلاقي ايكو بيديله بالباقي البان، فبيوزعهم على الاطفال اللي هناك. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه هو قاعد في البيت وبيحاول يخطط ويعمل حاجه عدله، بس بيلاقي نفسه مش عارف يوصل لحاجه برضه، فبيتخانق وبيروح يتمشى مع نفسه. وبيقابل وقتها واحد لابس بدله غطس، واول ما بيشوفه بيقول له كويس انك هنا. فبيمسكه وبيقول له انا عايزك تكتب لي على المركب ده. بص يا سيدي اكتب لي مركب الحاج مياو واولاده لخدمات الصيد والانقاذ. فهاندا بيخاف من رد فعل الراجل لما بيشوف خطه، بس بيقرر يجرب فبيبدا يكتب وهو خايف كده. ولما بيلاقي الولاد واقفين تحته بيزعلهم وبيقول لهم ما حجش يعني يزقه عشان ما يقعش. فبيقولوا يا عم اقعد انت حد جه جنبك. ونارو وقتها بتقول له يخلص بسرعه قبل ما الراجل يجي عشان ما يشوفش العك اللي بيعكه دلوقتي. وفي الوقت ده نارو بتحط ايدها في الحبر وبتعمل بيها 5 وخمسة على المركب، وباقي الولاد لما بيشوفوها بيعملوا زيها. وهاندا لما يشوف ده بيتعصب عشان بيكون خايف من رد فعل الراجل لما يشوف الكارثه دي، فبيضطر ان هو يزود الحبر ويكتب بخط عريض عشان يداري الكارثه دي. والمفاجاه ان اما الراجل بيجي بيعجبه اللي هاندا عمله وبيقول له هو فرحان ان المركب بتاعه دلوقتي بقى مختلف عن باقي المراكب. وقتها نارو بتبقى عايزه تحكي اللي حصل للراجل بس هو بيمنعها وبيشكر الراجل عشان اداله الفرصه دي. وفي اللحظه دي الراجل بيشوف اللوح الخشب اللي هاندا كان بيتدرب عليه وبيلاقيه شتمه بالاب والام، فهاندا بيطلع يجري والواد بيجري وراه. وتاني يوم هاندا
هاندا بيلاقي جد نارو جه وبيديله كيس كبير فيه كونومون، حاجه كده عامله زي المش عندهم، وبعدها بيقول له وهو ماشي ان هو لما يخلصوا هيجيب له غيره. فهاندا بيستغرب في الاول بس بعدين بيقرر يجربه، ولما بيدوق بيلاقي طعمه حلو قوي ويامي كده في نفسه، وبيخلص الكيس كله وبيقعد ياكل فيه طول اليوم وعايز ياكل منه تاني. وبعد شويه بيلاقي الباب بيخبط وبيكون فاكره جد نارو، فبيجري يفتح الباب بسرعه بس بيلاقيها نارو ومعاها البنات، فبيتقدر اكتر. بس مره واحده كده بيلاقي نارو مطلعه الكيس اللي معاها وبتقول ان جدها باعت له معاها كيس كمان. وبعد شويه البنات بيقعدوا معاه وبيطلبوا منه ان هو يساعدهم يحلوا واجب الخط، فبيبدا يعلمهم ازاي يمسكوا الفرشه وبيقول لهم يكتبوا ويخططوا ازاي، وهم قاعدين بيقول لهم ان هو هيدخل مسابقه كبيره في الخط الشهر الجاي. وبعد شويه البنات بيزهقوا بيقولوا له يحل عنهم شويه، بس هو بيصمم يكملوا. بيقولوا بينهم وبين بعض انه بقى مهووس قوي بموضوع التخطيط ده وهيفضل عايش كده طول عمره ومش هيرتبط ولا هيشوف جواز. وبعدها بيقعدوا يدوروا في اوضته على اي حاجه تدل ان في واحده في حياته، بس النارو بتزعل لما بتسمعهم بيقولوا كده عشان ما بتبقاش عايزه يعني يرتبط بحد غيرها. وتاني يوم حاكم القريه بيجي وبيكون جايب معاه الاطفال، فبيطلب من هاندا ان هو يروح معاهم البحر ويخلي باله منهم عشان ما فيش حد فاضي بصراحه. فهاندا بيوافق وبيجيب كمان هيروشي والبنات الكبار عشان يساعدوه. ولما هاندا بيكون كده قلقان على الاطفال عشان مليانه صخور، نارو بتقول له ان الشواطئ الرمليه دي بتاعت العيال الصغيره، واول ما هاندا بيمشي على الصخور بيتزحلق وبيقع، والبنات بيقعدوا يتريقوا عليه والاطفال بيكونوا مبسوطين على الاخر وعمالين يلعبوا. وفي اخر اليوم مع انه بيكون فاقد الوعي بس بيقول لهم ان دي اول مره يهتم بحد تاني غير نفسه. وبعدها بيطلعوا على بيته وبيناموا كلهم هناك، ومن كتر التعب مش بيحس بتليفونه وهو بيرن. وفي الوقت ده صاحبه بيكون جه الجزيره ومعاه الخطاط اللي كسب في المسابقه اللي فاتت. وتاني يوم الصبح نارو بتكون قاعده كده تنصب على الناس وبتبيع حجاره، ولما صاحب هاندا بيجي بنعرف انه من اليوم اللي فات هو عمال يلف على بيت هاندا. ولما بيسال نارو عليه بتقول له يشتري منها الاول عشان تقول له على مكانه. وبالصدفه اهل القريه بيبقوا معديين فبيفتكروه عايز يخطف نارو، وبيكونوا مقلقين منه عشان هو واحد غريب فبيمسكوه عشان يحققوا معاه. وفي المشهد اللي بعد كده بالليل نارو بتبقى قاعده تاكل في بيت هاندا، ووقتها هيروشي بيلاحظ انها رسمه وشم على دراعها، فبتقول انها لقيت الراجل اللي شافته النهارده بس هو طلع راجل شمال واهل القريه مسكوه، وتقريبا كده كان بيدور على واحد اسمه هاندا. وفي اللحظه دي هاندا بيلاقي صاحبه والخطاط وهم جايين متدشملين من كتر التحيات. وبعدها كوسوكي بيقول لهيروشي ان هاندا يبقى مثله الاعلى وهو اللي خلاه يدخل المجال ده اصلا. ووقتها هاندا بيكون بره وبيجيب حاجات، واول ما بيرجع ميوا بتكون خايفه كده لهاندا يعرف مين الشخص ده، فبتخنق هيروشي. وبعدها نارو بتفتكر ان كوسوكي يبقى صاحب هاندا فبتقدم له هديه كده، واول ما بيمسكها بيلاقي علبه جواها حشرات فبيخاف كده وبيرميها بعيد، والعلبه بتتكسر والحشرات بتملى البيت والوضع بيكون كارثي جدا يا فندم. فكافوجي بياخد كوزوكي وبيمشوا يعني من هناك، هو بيقول لهم ان هو هيجي تاني يوم بقى يعني يكونوا اتصرفوا هم مع الحشرات دي. فميوا وهيروشي بيطمنوا لما بيلاقوا الموضوع عدى، وهاندا ما مشيش معاهم بس بيتفاجئوا يعني لما بيلاقوا كان عارف كل ده ان كافوجي هنا، وانه كمان كان باعت له رساله وبيقول لهم ان هو مش متضايق من وجوده، بالعكس ده ارتاح لما عرف انهم جايين. وتاني يوم كوزوكي بيروح لوحده كده لهاندا، ولما بيسألوا عن كافوجي كوزوكي بيقول له انه لسه نايم وبيحكي له ان هو من بدري وهو شايفه يعني قدوه، وانه كمان السبب الرئيسي اللي خلاه يهتم قوي بالتخطيط، وبيقعد بقى يطبل له كده ويمجد فيه. وهاندا لما بيسمع ده بيتحرج جدا عشان ما بقاش متعود على كل ده، وبعدها بيطلب منه ان هو يبطل بقى، يعني بطل يا اسطى يعني بطل تطبيل، وبيقول له يا عم اسكت بقى اسكت. فكوزوكي بيوريه الصور والمجلات اللي عليها صورته ومحتفظ بيها لانها كاتبه مقالات عن هاندا، وبيقول له كمان رايه في اخر لوحه هو بعتها من هنا، وبيقول له ان مستواه فيها بدا يتدحضر وعشان كده هو لازم يرجع معاهم. وفي الناحيه التانيه هيروشي ومياوا بيروحوا كده لكافوجي وبيسالوه هو ليه جاب معاه كوزوكي وهو عارف ان ده هيضايق هاندا. فكافوجي بيقول لهم ان هاندا صديق واكيد، بس لو ما عملش لوحات كويسه وقتها هو هيفلس، لانهم بيشتغلوا سوا، واللي خلاه يجيب كوزوكي وانه عشان يشجعه ويخلي شغفه للتخطيط يتجدد. وفي الوقت ده كوزوكي بيبقى بيحاول يقنع هاندا ان هو يرجع معاهم، بس هاندا بيرفض وبيقول له ان هو هيبقى يرجع وهو في عز مجده وانه هيفوز في المسابقه كده. وبعدها هاندا بيكتشف ان المجلات اللي كانت مع كوزوكي نارو وزعتها على القريه كلها، فبيقولوا البيت يعني وقع لهم عليها يعني بما انه يعني طلع مشهور، فبيحس في اللحظه دي ان الاحسن ان هو يرجع معاهم بدل القرف ده. وتاني يوم لما كافوجي بيعرف ان كوزوكي قال لهاندا ان اللوحات بتاعته مستواه بقى في النازل من وقت يعني ما جه هنا، بيحاول يصحح الوضع، وبيقول لهاندا ان اللي خلى كوزوكي هو اللي يفوز
هو إنه قرأ تخطيطاته القديمة ودرسها كويس جدا لحد ما بقى محترف فيها، ولما لقاه غير أسلوبه، خاف لا يخسر لأنه لقى إن هو يحتاج مجهود كبير عشان يقدر يتابع أسلوب هاندا الجديد. وبيقوله كمان إن اللي خلاه ينجح في بدايته هو إنه أسلوبه كان شبه باباه، وده نفس السبب اللي خلى كوزوكي هو كمان ينجح. وتاني يوم كافوجي وكوزوكي بيروحوا المطار عشان يرجعوا، وهاندا وهيروشي ومياوا بيروحوا يعني يوصلوهم، وهناك كوزوكي بيشكر هاندا ان هو سمح له يقابله وبيعتذر له يعني على طريقته المعتاده، وهاندا بيقول ان هو كمان مبسوط جدا ان هو قابله، وبيقول انه في الاول كان غيران منه يعني بس ارتاح له من بعد يعني ما قابله، خصوصا لما لقاه عيل اهطل. وبعد ما بيركبوا الطياره وبيمشوا، هاندا بيرجع البيت وبيبدا يخطط، بس المره دي بيجرب طرق يعني جديده في الكتابه، زي انه يستخدم ريشه مثلا او معلقه، وبدل ما يستخدم ايده جرب يستخدم مخه وهو بيخطط يعني. وفي اللحظه دي مياوا وتاناكا بيطبوا عليه وبيقولوا له وقتها انهم عايزين يعملوا عيد ميلاد لنارو ويفاجئوها يعني، بس القصه انهم محتاجين منه 2000 جنيه يعني لزوم عيد الميلاد، سكه ودغري يعني، ده غير طبعا هديه عيد الميلاد يعني. فهاندا بيقعد يفكر كده مع نفسه، ما بقاش عارف يجيب لها ايه، فبيقرر يجيب لها خنفسه عشان هو عارف انها بتحب الحشرات، فبيقرر يروح لكانتا عشان هو عارف ان هو بيحب الحشرات زي نارو، وبيتفق معاه ان هو يديله 10 جنيه على كل حشره يمسكها. ولما كانتا بيقفش ان هو يعني عايز يجيب لنارو الحشرات دي، بيقولوا يفكوا منه ويشوف له حاجه تانية عشان هو قرر يجيب لها نفس الهديه. فهاندا بيقول ان هو هيجيب لها هو خنفسه بس نوع تاني غير اللي معاه، فبياخد منه الشبكه اللي معاه وبيقول ان هو هيتعامل هو. بس قبل ما يمشي كينتا بيقول له ان الموضوع مش سهل زي ما هو فاكر، فهاندا بيقول له يخلع من هنا هو بس ويتفرج على الكبار وهم بيتعاملوا، وقص على الكبير يرجع وبعد شويه لما بيشوف خنفسه على الشجره بيمد الشبكه لفوق بايده، بس برضه مش بيعرف يمسكها. ايه يا اسطى الاحراج ده؟ فكينتا لما بيشوف ده بيطلع على الشجره زي القرد وبيمسكها بايده وبياخدها منه. يا اسطى مش رجوله على فكره. وكل ما هاندا كده يلاقي خنفسه ويحاول يمسكها، كينتا يعمل نفس الحركه، وبعدين بياخد الشبكه بتاعته منه وبيطلع يجري. فهاندا بيجيب سلم وبيروح يمسك الخنفسه بايده، بس بيقع من على السلم. وبعدها لما بيلاقي نوع نادر من الخنافس، كينتا بيطلب منهم هم يتعاونوا ويمسكوها، وهاندا بيقدر يمسكها فعلا، بس كينتا واصحابه بيسيبوا السلم وبيخلوا هاندا يقع، بس بتيجي سليمه الحمد لله ومش بيحصل له حاجه، بس بيلاقي ان الخنفسه هي اللي ماتت، فبيدفنوها في التراب وبيعملوا لها جنازه وبيعيطوا عليها ولا كانها كانت فرد من العيله. ولما كينتا بياخد باله ان هاندا زعلان، بيديله خنفسه اللي مسكها وبيقول له خد يا عم عشان انت تعبت بس وانا فخور بيك، فخور بيك، وان هو مبسوط يعني ان في حد كبير بيلعب معاهم وبالوقت يعني اللي قضوا سوا. فهاندا بياخد الحشره منه بس بيمسكها غلط فبتعضه وبتطير منه. انتهبل بقى يا اسطى. فكينتا بيتخانق معاه وبيقول له انت تصدق اقول لك على حاجه، انت طلعت لا شحط وهبل فعلا، انتهبل انتهبل. وفي المشهد اللي بعد كده بيرجع بيته بيلاقيه متزين ومجهزين له عيد ميلاد، ولما نارو بتقرب بيطفوا الانوار، بس هاندا بيعطس وبيبوظ المفاجاه، بس نارو بتبقى مبسوطه جدا. وفي وقت فتح الهدايا كده هاندا بيكون عايز هديته تتفتح اخر واحده، بس هم بيخطفوا منه الظرف بتاعه وبدون نارو عشان تفتحه، ولما تبص فيه بتلاقيها عباره عن تذكره طلب تقدر تطلبه منه بس مره واحده. فالكل بيتريقوا على الهديه دي، بس نارو بتبقى طايره من الفرحه ومبسوطه بيها على الاخر. وتاني يوم هاندا بيلاحظ ان فاضل اسبوعين بس على المسابقه ولسه ما عملش اي حاجه، فهيروشي بيجي ومعاه اكل طعمه يقرف، بس بيقعدوا ياكلوه يعني سوا. ومره واحده هينا بتجيلهم وهي بتعيط وبتقول لهم ان العيال اللي في المدرسه بيرخموا على نارو، فبيجروا على هناك على طول وبيلاقوا عيال كده من القريه اللي جنبهم ماسكين نارو وبيلعبوا بيها نط الحبل. ولما الشباب بيشوفوها كده بيبقوا مستمتعين على الاخر، بس لما بيلاقوها بتعيط بيتدخلوا بيتخانقوا مع العيال دي. ولما هاندا بيتدخل العيال بيضربوه، فبيخش هيروشي كده الحنين يتكلم معاهم بالهداوه. فواحد من العيال بيقول له ايه مش سامع، انزل لتحت شويه على ركبك كده عشان اعرف اسمعك. فهيروشي بكل هدوء بيمسك الولد ده من قفاه وبيبقى عايز يعجنه في ايده، بس هاندا بيمسكه وبيحوشه. فهاندا بيفتكرهم يعني اطفال بريئه والجو ده، وبيقول لهم لو ما مشيتوش من هنا انا هبلغ البوليس يجي يقبض عليكم. فالعيال طبعا عشان هي ناقصه ربايه مش بتخاف وبيرمي التليفون بتاعه في الطين. فهيروشي بيبقى واقف ميت من الضحك. فهاندا بيجرب حركه تانية وبيقول لهم يلعبوا هم بعيد وهم ياخدوا الاطفال اللي معاهم ويلعبوا مع بعض لعبه صياد السمك، وبيقعدوا يحدفوا العيال بالكوره في وشهم. وفي اللحظه دي بيشوفوا قدامهم اكي، فاولاد المتنمره بياخدوا بعض كده وبيروحوا يلعبوا العاب فيديو معاه. وبعد ما بيخلصوا والاطفال يعني بيبقوا مروحين، نارو بتطلب منه انهم يكملوا لعب معاه وبيلعبوا معاه يعني بكل براءه وحنيه، والحمد لله بيروحوا سلام. بس في اخر يوم يعني بيكتشف ان كده في يوم كمان ضاع منه،
ولحد دلوقتي هو ما عملش اي حاجه، وهو بيتمشى بيفكر في فكره جامده جدا، فبيجري على البيت قبل ما الفكره تطير منه، بس هو بيجري بيتكعبل وبيقع وبيختفي حبه. وبالليل البنات بيروحوا له البيت بس مش بيلاقوه هناك، فنارو بتقلق عليه جامد. وفي الوقت ده هاندا بيبقى واقع كده من فوق الجبل، وكل ده بيبقى بيحاول يطلع لفوق، بس كل ما يحاول بيقع، فبيخاف لا يموت هنا ومحدش يوصل له ويساعده خالص. بس بعد شويه بيلاقي ميوا وتاناكا ومعاهم نارو، وبعدها لما بيوصل البيت بيقرر يبطل تضييع وقت بقى ويشتغل يعني في اللوحة على طول. فبيعمل لوحة وبيبقى فرحان بيها على الآخر، فبيتصل بكافوجي وبيحكي له يعني عن الإنجاز اللي عمله. وهو ماشي مع نارو بيفكر إذا كانت اللوحة دي هتنفع في المسابقة ولا لأ، فبيكون محتار إذا كان المفروض يبعتها ولا لأ. ولما بياخد رأي نارو بتقول له يفكوا من الجد ده ويلعبوا شوية، ولما مش بيوافق بتطلع له التذكرة اللي اداها لها في عيد ميلادها، وبتطلب منه انه يحقق لها هديتها دلوقتي. وهما في الطريق بيلاقوا جدها في وشهم، فبيطلب من هاندا ان هو يساعده في السور، وهاندا مش بيقدر يرفض طلب، بس نارو بتتضايق جدا عشان ده معناه انه مش هيلعب معاها زي ما كانت عايزه. وفي وسط الشغل الجد بيبقى مبسوط على الاخر من شغل هاندا، وهو بيقول له ان الشغل بتاعه احسن منهم وعشان كده هو هيكافئه. فبياخده بيديله يافطه قديمه كده وبيقول له يجددها ويزود عليها كام حاجه بسيطه، ويبسط يا عم هسيبك تكتب اسمك عليها عشان الناس تعرفك. وهو راجع البيت بيلاقي الاطفال جايين وراه وبيقولوا له ان في مكالمه جات له في السايبر، ولما بيرد على المكالمه دي وشه بيقلب وبيقول تمام انا جاي في الطريق. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه هو في البيت وتامي ومياوا بيوروه اللوحات اللي عملوها، وبيقولوا انه مستواهم اتحسن كتير من الدروس اللي اخدوها معاه. وفي اللحظه دي نارو بتيجي وبتطلب من هاندا ان هو يروح معاهم المهرجان، فبيوافق يروح معاهم بما ان ده اخر يوم ليه هناك. وبعدها بنشوفه هو معاهم في المهرجان وبيكون مبسوط على الاخر لان دي اول مره يحضر فيها مهرجان زي ده. وهناك مياوا بتطلب منه ان هو يلعب معاها هي وفريقها في لعبه السله عشان هم لازم يكونوا 4 افراد على الاقل. وفي وقت اللعب البنات بيسجلوا اهداف، ولما بيجي دور هاندا بيقول لنفسه انه لازم يثبت نفسه، بس لما بيحدف الكوره مش بيسجل هدف زيهم، وبكده فريق مياوا بيخسر. بس بعدين بيلاقوا مياوا جايه تديهم كده نصيبه من جايزه المركز الثاني، فبيروح بالفلوس دي يشتري حاجات حلوه ليه هو ونارو هنا من هيروشي اللي بيبقى شغال يعني على عربيه غزل بنات في المهرجان. ويومها هاندا بيقضي وقت لطيف جدا، وبيروحوا كلهم على الشط عشان يتفرجوا على الالعاب الناريه، وبيكون عايز يقول لهم ان هو هيمشي تاني يوم خلاص. بس في اللحظه دي الالعاب الناريه بتبدا والكل بيندمجوا قوي معاها، وتاني يوم الصبح بياخد شنطته وبيتكل على الله. فنارو بتروح له البيت زي كل يوم، بس المره دي بتلاقي الباب مقفول، فبتدخل من تحت البيت بس مش بتلاقي هناك غير اللوحه اللي جدها اداها لهاندا، فبتفهم اللي فيها وبتزعل جدا. وفي الناحيه التانيه هاندا بيرجع المدينه وبيروح لكافوجي صاحبه اللي بيكون معجب قوي باللوحه اللي رسمها، بس وقتها هاندا بيكون مش عارف يعتذر ازاي للرئيس، فكافوجي بيقول له انه سامحه بس هو لازم يتكلم معاه برضه. فهاندا بيقول له انه جايب له هديه هتعجبه قوي. وفي عز ما هو متوتر وقلقان من رد فعله بيلاقي الرئيس دخل المكتب، فبيتوتر اكتر، بس الراجل بيطلع قلبه ابيض يعني بصراحه. فهاندا ضميره بيأنبه وبيبقى مش مصدق هو ازاي مد ايده على راجل قد ابوه غلبان كده يعني، فبيعتذر له على عمله، والرئيس بيسامحه وبيقول له انه باين عليه انه متغير جامد عن الاول. فكافوجي بيقول له لو جدع طلع له الميداليه المعفنه اللي انت جايبها له دي. فالرئيس بيقاطعه ويقول له انه عايز يشوف اللوحه بتاعته، واول ما بيشوفها بيقول له هي دي بقى اللي انت كنت شغال عليها طول الفتره اللي فاتت دي. فهاندا بيقوم ساحب نفسه لورا كده للراجل يقول له كلمه كده ولا كده تخليه يعني يمد ايده عليه تاني. فهاندا بيحس بقله ثقه في نفسه وبيكون عايز يدلق عليها العصير عشان يبوظها، وقبل ما الراجل ينطق بيلاقي العصير اتدلق عليه. وفي الوقت ده كافوجي بيكون على اخره، فهاندا بيقعد يعتذر كده للراجل وبيقول ان المخطوطه دي كانت مجرد شخبطه وبيجرب فيها بس الاسلوب الجديد، وان اللوحه الاساسيه بتاعته يعني المسابقه لسه ما وصلتش. فالرئيس بيقول له انا قلت كده برضو، ما هو مش معقول يعني توريني اللوحه من قبل ما المسابقه تبدا، بس كلمه حق اللوحه دي تحفه جدا، واول ما شفتها ما كنتش مصدق انك انت اللي عاملها لان ده مش اسلوبك في التخطيط، ومع انه لسه بدري على الكلام ده بس انا شايف انك هتفوز بالمركز الاول في المسابقه، بس برضه هستنى الاحسن منها طالما دي كانت مجرد اللوحه التجريبيه. وطبعا كافوجي بيبقى عارف اللي فيها لما بيسمع ده وبيموت من الضحك. وتاني يوم كافوجي بيروح لهاندا البيت وبلاقي الورق مرمي في كل حته، وهاندا مش عارف يعمل نفس اللوحه اللي عملها المره اللي فاتت حتى لان الجو العام مش مساعده، وده معناه ان هو محتاج يظبط هو الاجواء بنفسه. فبيكتف كافوجي وكازوكي وبيلبسهم نفس اللبس بتاع الشخصيات اللي على الجزيره زي نارو وهينا على الاقل يعني. وفي اللحظه دي مامته بتدخل الاوضه فبتفتكر ان ابنها بقى سفاح وبيعذب في اصحابه،
فبتتخض كده وبتقع من طولها. ابني بقى قتل يا جدعان. وبعدها كازوكي بيقول لهاندا انه لو مش هيشارك في المسابقه دي فهو كمان مش هيشارك فيها، واصلا كمان الجايزه مش جايبه همها. فهاندا بيقول له انه اي نعم الجايزه مش قد كده، بس الموضوع ده هيفرق معاه جدا في حياته، ودي هتبقى اول خطوه يبدا بيها من اول وجديد. في الوقت ده كافوجي بتجيله مكالمه من الجزيره، وبتبقى نارو هي اللي متصله، والباقي واقفين حواليها عشان عايزين يكلموا هاندا. واكي بيقول له ان صاحبه هو اللي طلب منهم يكلموه عشان لقاه حاسس بالوحده. ويروشي لما بياخد السماعه بيقول له انه مش مصدق انه مشي من غير ما يقول لحد، فهاندا بيعتذر له. وقتها هاندا بيتاثر وعينه بتدمع، فبيحكي لهم على المشكله اللي عنده، وبيفرح قوي لما بيلاقي الكل متجمعين علشانه، ومن ضمنهم كينتا وباقي الاطفال. وبعدها بيشكر كافوجي كده على اللي عمله. وبعد كده نارو بتمسك السماعه وبتقوله ان المكان وحش قوي ممل من غيره، وانه لازم يرجع في اقرب وقت. وقتها الكل بيقولوا له في صوت واحد احنا مستنيينك. وبعد ما بيقفلوا معاه الاطفال بيخرجوا من هناك وهم مبسوطين انهم كلموا هاندا. وفي الناحيه الثانيه هاندا بتجيله فكره حلوه جدا للمخطوطه الجايه، فبيطلب من كوزوكي وكافوجي انهم يجيبوا له الادوات اللي محتاجها بسرعه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه هو قاعد يرسم في المخطوطه وهو مبسوط قوي، وبيفضل سهران عليها لحد ما بيخلصها اخيرا، وبيقوم باعتها للمعرض. وبعدها مامته تطلب منه ان هو ما يرجعش الجزيره ويفضل معاها هنا، وانه خلاص لقى طريقه يشتغل بيها من مكانه بدليل المخطوطه اللي رسمها. وغير كده كمان الجزيره دي مكان بدائي على الاخر ومش هيستحمل العيشه فيها. ولما الكل بيقعدوا معاه وبيحاولوا يقنعوه انه جزيره نويا خلف، هاندا بيتخانق معاهم يعني، وبيقول لهم ان الجزيره دي انسب مكان ليه، وان هو لقى نفسه هناك، واصلا اللي عايزينه يقعد هنا دول كل اللي فارق معاهم الشغل والفلوس. فبابا بيقف في صفه وبيقول له مامته ان مفيش داعي تقلقي عليه، لان المكان هناك امان وهو عايش وسط الشباب. وبعدها بيطلع لهم الصور القديمه اللي عنده وهو متصور مع حاكم القريه والناس اللي هناك. فمامته بتتعصب لما تلاقيهم بيتكلموا عن الجزيره ومشاعرها مش فارقه معاهم، فبتقوم بقى بص انا سايبه لكم البيت ومش مش هقعد لكم فيها والكلام بتاع الامهات ده. وبعدين بتقوم تكسر في كافوجي وبتقول له انت السبب منك لله. فبابا بيقول له وقتها انه عارف انه هو اللي بعته على الجزيره من الاول، بس هو كبير ويقدر ياخد قراراته بنفسه. وبعد شويه مامته بتيجي ومعاها صندوق وبتقول له انه مبعوته من الجزيره، واكيد هم بعتله ويقولوا له انهم مش عايزينه يرجع. فهاندا بيفتح الصندوق بيقول لهم ان اللي في الصندوق ده كان شويه حاجات هو كان طالبها منهم لما ما كانش عارف يخطط، بس هي وصلت متاخر حبتين. ولما بيفتحوا بيلاقي شويه حاجات عشوائيه، ومن ضمنهم يعني اللعبه بتاعت نارو والورق اللي البنات كانوا بيتدربوا عليه وبيقولوا له فيه انهم فازوا المركز الثاني. وقتها بيحس ان هو كان المفروض يقعد معاهم عشان يشجعهم ويحتفل معاهم بفوزهم، خصوصا ان مستواهم بقوا كويس جدا في وقت قصير. وهنا مامته بتحس قد ايه ابنها اتغير خالص، فبتقول له ان لو حابب يرجع الجزيره فهي ما عندهاش مشكله طالما هو هيكون مرتاح، بس بشرط ان هو يكلمها دايما ويطمنها عليه. وبعدها بتقول لبابا ان هاندا مش كتاباته بس اللي اتطورت، وانه اتغير 180 درجه للاحسن. وفي الناحيه التانية على الجزيره الكل بيعرفوا ان هاندا قرب يوصل، فبيتجمعوا كلهم وبينضفوا له البيت وبيجهزوا كل حاجه. ولما هاندا بيوصل على المطار بيستغرب لانه كان متوقع انهم يستنوه، بس مش بيلاقي حد موجود عشان يستقبله يا جدعان، ومش بيلاقي ولا مواصله توديه البيت برضه. فبياخدها ماشي لحد ما بيلاقي جد نارو معدي من قدامه. بس المره دي وهما ماشيين هاندا بيشوف الجزيره بطريقه مختلفه تماما، واول ما بيدخل شقته الكل بيهجم عليه وبياخدوه بالحضن، ونارو بتجري عليه اول ما بتشوفه وبتساله على طول على نتيجه المسابقه. وبنعرف ان النتيجه هي ان هاندا وكازوكي فشلوا. بس هاندا مش زعلان على فكره، ومتفائل وتعلم انه يكتب باسلوبه، وهو يعني ما قلتش حد. ولما بيسالوه المخطوطه اللي شارك بيها في المسابقه دي كانت عن ايه، بيقول لهم انها كانت مكتوب فيها اساميهم كلهم. وبيقول لهم هنا انه لما بيشوفهم مبسوطين ومش محتاجين حاجه ده بيفرحوا جدا، وده لانهم احلى حاجه حصلت له في حياته. وبكده يا الساده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعل بقى زر الجرس والحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها دي بقى. يلا سلام باي.